الجيش السوداني لديه تاريخ قديم ومؤصل في استخدام السلاح الكيميائي، وهذه ليست المرة الأولى بالتأكيد. في 2016 وفي 2009 للأسف الجيش السوداني استخدم السلاح الكيميائي في مناطق جبال النوبة ومناطق دارفور حسب تقارير منظمة العفو الدولية في السابق. وللأسف في هذه الحرب السودانية أعاد الكرة بعد أن أصبحت لديه خبرة في استخدام السلاح الكيميائي الذي علم تماما كيف يقوم بتصنيعه بمساعدة الإيرانيين، واستخدمه للأسف للمرة الثانية. استخدم غاز الكلور في كل من جنوب دارفور في نيالا، وفي كبكابية في شمال دارفور، وفي الكومة أيضا في شمال دارفور. ويستخدم السلاح الكيميائي كذلك في كل من ولاية سنار في منطقة جبل موية، وكذلك استخدمه في ولاية الخرطوم في منطقة كرري، وكذلك في مصفى الجيلي. كل هذه المواقع تحمل مؤشرات واضحة لاستخدام السلاح الكيميائي بأخذ عينات من التربة وبشهادة شهود وبمشاهدة سحابات واسعة صفراء ترجع لاستخدام غاز الكلور.